السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة شكشوكة سلكت الحاصلين ومعشوقة الجزائريين. راح نديروها بطريقتي. هاروحي الحيرة واش ديري العشاء ولا الغدا. هاروحي نعطيك هذا الطبق الاقتصادي اللي نديروه بواش بقى من الخضر. شوفوا واش بقى لي كورجيت، زوج حبات بطاطا، زوج سنينات توم، زوج حبات طوماطيش، فلفل حار، وزوج حبات بصل يكونوا متوسطين. نقطعوها شرائح. تكتوكه السر تاعها البصل نقطعوه شرائح رقاق بهذه الطريقه. البنه في البصل كي يكون رقيق، مقطع رقيق ويطيب بالخف ميشدش الوقت. نجيبو، انا جبت كوكوطه درت فيها واحد 4 مغارف زيت هكذا باش طيب لي بالخف. كنت مزروبه طيب لي بالخف وتحافظ لي على الماء تاعها. انا الشكشوكه نحبها بالمرقه تاعها. لهنا تاني يعني قطعت الحار شرائح. تحبي ديري فلفل حلو ديري، انا ما كانش عندي بصح انتي ديري يجي خير وخير. نديرو شويه ملح على حسب الذوق، وفلفل الكحل. هذا واش كاين توابل تاع الشكشوكه. انا نحبها غير بهذو بالفلفل الكحل والملح، باش ندير لها راس الحانوت نحب نسبن الكو تاع الشكشوكه. ونقشروا الطماطم، نحولها القشره بهذه الطريقه، القشره الفوقانيه بهذه الطريقه. تنحى غير القشره ما تروحش اللحمه معاها. نقطعوها اوندي مربعات يكونوا صغار. انا كانوا عندي زوج حبات طماطم كبار تكفي وتوفي. ما مديرنا لاصوص بلا ما نزيدو الماء. هذه التكتوكه ما فيهاش الماء، تزيدي الماء ملقه من البصل والطماطيش. ونقطع زوج سنينات توم نديروهم مع الطماطيش باسكو زيدنا البنه. هذاك الثوم يعطي ذوق واحد اخر للتكتوكه. لهنا نقطع الكورجات راح نقليها. بطاطا مكعبات صغار نقليهم في زوج. شوفوا التكتوكه كش ولات لي دبال لي كلش. باش نزيد الطماطيش نسيت باش نقول لكم البصل ديروه على نار هاديه يتقلى، وكي نزيدو الطماطيش زيدوا للنار شويه، ديروها متوسطه باش طيب الطماطيش. هنا شوفوا انا قليت الكورجات مع البطاطا. شوفوا المرقه اللي خرجت لي هذه ما درت لها ولا قطره تاع ما. شوف وليت حابه تكتوكتها خاطره نشفها تجمرها. انا ما نكذبش عليكم نحب نسبن لاصوص تاع التكتوكه، نحبها. نخلط كلش مع بعض البطاطا والكورجات، نجيبو مول اللي يدخل الفرن، ونجيبو 3 حبات بيض نحطوها من الفوق بهذه الطريقه. ندخلو هذاك البياض بالفرشيطه هكذا باش يطيب لنا، ونزيدو المعدنوس ندردروه هكذا. معدوس ثاني يعطينا ريحه شابه تكتوكه. والفرماج اختياري، ما نحبش نكتر الفرماج باش ما يروحلناش الذوق تاع التكتوكه. ودخليها للفرن يطيب البيض برك هذا ما كان. وهاي النتيجه النهائيه. تشهي. هذا ما يليق هادو اليامات مع خلاص رمضان. واحد يحروش يطيب وطبق اقتصادي ومحبوب ومشيتش بزاف الوقت، وطبق صيفي بامتياز.
يشهي يشهي يشهيتكم في الجنة إن شاء الله. وإن شاء الله نكون عطيت لكم فكرة عشاء ولا غداء، وبصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.